التكنولوجيا في التدريس نعمة ولا كابوس؟ لو كنت مدرب أو معلم أكيد سألت نفسك قبل كده، هو الذكاء الاصطناعي ده جاي ياكل عيشنا ولا يساعدنا؟ الحقيقة إنه مش مجرد ترند، ده سلاح سري لو استخدمته صح هتبقى مدرب أقوى وأذكى 10 أضعاف. لو عايز حد يرد على أسئلة طلابك حتى وأنت نايم، شات بوتات اللي هتجاوب بالنيابة عنك بكل هدوء. تاني حاجة تحليل أداء الطلاب، بدل ما تقعد تمسك ورقة وقلم وتحسب الدرجات، الاي اي بيحلل النتائج وبيقارن الاداء ويقول لك مين محتاج دعم اكتر. تالت حاجه تصميم كورسات ذكيه، مش لازم تقعد بالايام تفكر في محتوى جديد، ادوات زي شات جي بي تي بتساعدك تكتب كورسات وحتى تعمل فيديوهات تعليميه في دقائق. رابع حاجه تصحيح الامتحانات آليا، مش هتحتاج تقضي ليالي في تصحيح الاجابات، الذكاء الاصطناعي بيصحح ويديك تحليل لكل طالب، وساعات كمان يقترح حلول لتحسين مستواه باستخدام الواقع الافتراضي والاي اي. يعني مش بس تدريب، ده عالم افتراضي كامل. طب هل ده معناه ان المدرب ملوش لازمه؟ بالعكس، الاي اي مش هيستبدلك، لكنه هيخليك اسرع واذكى واكثر تاثير. الفرق بين المدرب العادي والمدرب اللي بيستخدم الاي اي زي الفرق بين اللي بيستخدم حصان واللي سايق عربيه سباق فورميولا 1. الخلاصه، الذكاء الاصطناعي مش خصمك، ده مساعدك الشخصي اللي بيخلي شغلك اسهل واسرع. فبدل ما تخاف منه جربه واستفيد بيه، لانه في عالم التدريب اللي مش هيواكب التطور ويتابعني علشان يتعلم اكتر عن ادوات الذكاء الاصطناعي هيلاقي طلابه بيشرحوا له بدل ما هو يشرح له.